دلوقتي انا قبل كده عملت لكم افكار في موضوع الدولار ومحدش سمع كلامي، وايه اللي حصل؟ اهو الدولار الجنيه اتفشخ زياده. ايام ما عملت الفيديو كان ب 22 جنيه، اهو النهارده في كلام على 9000 جنيه الدولار دلوقتي. طبعا هنعمل ايه بقى المره دي؟ طب جاي لكم افكار جديده، يا ريت نتنيل نسمع بقى عشان ننقذ الوضع، ننقذ الوضع، نلحق الموضوع. فعلا البلد محتاجه تدخلنا وشويه تضحيه، شويه تضحيه. احنا هنعمل ايه بقى؟ طب احنا دلوقتي بنقول ان احنا فكره ان احنا المصريين اللي بيسافروا بره وبيجيبوا دولارات ولا ريالات ولا مش عارف ايه بيدخلوا جوه، دي عماله كويسه للبلد. طب بس احنا عايزين النهارده نجيب كميه كبيره جدا 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 جدا، فمش هنقدر نجيب المصريين اللي بره دول كلهم. طب هنعمل ايه بقى؟ في بلاد محتاجه عماله، بلاد زي كندا وزي مش عارفه ايه واستراليا، الناس دي عايزين بيقبلوا مهاجرين. لا احنا بقى مش هنسهل الهجرة، لا احنا نعمل حاجة تانية خالص بقى خالص. احنا هنبيع لهم ناس من غير بس عصبية ومن غير بتاع. يعني هنعمل ايه بقى؟ يعني احنا هنيجي نقول مثلا احنا هنعمل السنة دي مزاد على مليون مصري، مليون مصري، والمليون دول احنا كلنا هنبقى في السحب ده. يعني ايه؟ في سحب كده هيتعمل راندم عشوائي لمليون واحد هيطلع، والبلاد دي تدخل في زي مزاد كده لحد لما هوب. متوسط بيع الفرد هيكون حوالي تقريبا 20000 دولار. انت بتبيع بقى واحد، بتبيع على طول بقى، بس هنحط شويه شروط بقى. اول حاجه مش هينقي، ما ينفعش تيجي تنقي، لا يا معلم. انت واخد المليون، هتاخد مليون واحد دول كده في كونتينر، هيتبعتوا كده في باخره كبيره زي ما هم كده، فيهم الصغير فيهم الكبير فيهم القصير فيهم الحلوه فيهم الوحشه، ذكي غبي، زي ما هم قرفنا جوه هيقرفوك بره. انت ده اهو المليون فيهم كله، فيهم كله، انا وانت وكلنا نبقى في السحب يا معلم. وتاني حاجه مفيش ترجيع، خلاص اللي هتاخده قرفك هناك ما هو كان عرفنا هنا، انت مش ما تاخدش الحلو وتبعت لي الوحش. طب دلوقتي بعت مليون واحد ب 20000 دولار، قال لك السنه الجايه مش عارف البلد عليها كام مليار كده، 20000 دولار في مليون كده، السنه الجايه معاك 20 مليار دولار. اكيد هيطلع لك، هيفضل لك في الاخر 5 6 مليار. خلاص هتشبرق اللي جوه يا معلم، هتشبرق اللي جوه. خلاص هتعمل القصه دي كده على مدار كام سنه بقى؟ 3 4 5 سنين، تعمل لك ايه؟ 120 مليار. هتكون صرفت شويه ديون كل سنه، بس فضل لك في الاخر 20 30 مليار. هتلاقي البلاد اللي بره دي كده ايه؟ اتشبعت بقى خلاص، قرفت طفحت خلاص بقى ايه؟ مصريين مش عايزين تاني. هنعمل احنا ايه؟ هقول لك بقى نعمل احنا ايه بقى. ما هي الناس اللي بياخدوا دول اللي معاهم فلوس هم اللي مسلفيننا. انت دلوقتي عندك بقى مليون مصري في كل بلد من دول، مليون رأفت الهجان. هي الناس دي هتبتدي تعمل بقى شغل جواسيس بقى من المصريين اللي بره اللي انت بادرهم دول، وتبتدي تجيب معلومات وتبتدي تقدر تفشخهم داخليا وتبتزهم، وهناخد منهم فلوس زياده وهكذا. تاني حاجه، انت لما بتشيل مليون واحد كل سنه انت بتقلل برضو من المصايب اللي عندك دي. رابع حاجه مش هنبقى احنا برضو اللي وحشين. ما انت لما بتحط على بلد مليون مصري من اللي عندنا، ما هو ده هيفشخ اقتصادهم، ما هو ده من الناس اللي جوه. فهتاخد انت تدير واحد هناك هيفشخوا البلد زي ما هم فشخينها هنا، فهتبقى انت كده فشخت 7 بلاد تانيين، مش احنا بس اللي مفشوخين. فكده بقينا 8 زي بعض في العالم، وهكذا، ونسلك مبدور وبيكبر وفي كل حته، والناس مصريين يتجوزوا غيرهم، وهوب هوب هوب هنبقى مالينا العالم، هنبقى مالينا العالم. والدولارات جوه والله يا جماعه هتبقى الدنيا تبقى مبحبحه. وحشتها بصراحه. انا برضو لازم الواحد يكون برضو حقاني. طب ايه عيوب الفكره دي؟ طبعا في اسر هتتفكك، يعني ممكن انا اتاخد في سحب واطلع وعيالي يقعدوا، خلاص هبقى اتفكك عشان خاطر البلد تكمل، عشان البلد تكمل. طب لو عيالي راحوا وانا اقعد، لا ملعون ابوكم يا اولاد الكلب تعالوا. يا جماعه الوضع ما فيهوش حاجه يا جماعه غير هزار، والله بجد. ما حدش يقول لي بقى لا وضع والله انا ما اعرف حتى الوضع ايه، ولا عايز اعرف اقتصاديا ايه، بس خدوا الموضوع لانه ملوش اي حل غير الافكار الجهنميه دي. صدقوني